5 مايو 2002. إنتر دخل ملعب الأولمبيكو وهو يعرف أن فوزه أمام لاتسيو سوف يهديه السكوديتو، لكن بعد مباراة كارثية من لاعبي إنتر أدت إلى خسارة النادي في مباراة وفوز يوفنتوس باللقب، وتلك كانت آخر مباراة لرونالدو. رافقت النادي إيطالي، لكن كيف رونالدو لعب 5 سنوات رافقت نادي إنتر ولم ينل أي إنجاز؟ يذكر لنتكلم عن فترة رونالدو. رافقت النيراتزوري بعد إبداعه من كروزيرو البرازيلي. استدعي رونالدو بعمر 17 سنة إلى المنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم 94، لكن لم يشارك في أي دقيقة برغم من تتويج الفريق بها. لكن أندية كرة القدم العالمية كانت تتبع الموهبة عن كثب. بعد الصيف انضم رونالدو إلى نادي أندهوفن الهولندي بعد نصيحة من زميله روماريو الذي مر بنفس التجربة في ساحة أوروبية. واجه رونالدو العديد من المشاكل في اللغة الهولندية واختلاف الثقافات، لكن داخل الملعب كان ينثر إبداعه بعد تسجيله 30 هدفا في موسمه الأول. غابت رونالدو في الموسم الثاني بسبب إصابة في ركبة ناتجة عن طفرة تظهر لدى المراهقين في النمو، وقد تكون علامة على ما سوف يأتي في السنوات القادمة. لكن هذا لم يمنع إنتر وبرشلونة من تتبع الموهبة رونالدو، وفي أخير وقع رونالدو مع نادي برشلونة. موسم الظاهرة مع برشلونة قد يكون أفضل في مسيرته تحت قيادة المدرب بوبي روبسون، حيث سجل 47 هدفا من أصل 49 مباراة، وفاز بكأس السوبر الإسباني وكأس الكؤوس أوروبية وكأس ملك إسبانيا. مع نهاية الموسم كانت جماهير برشلونة واثقة من أن النادي سوف يجدد عقده مع الموهبة رونالدو، لكن حدثت مشكلة أدت إلى خسارة النادي الصفقة، وانتقل رونالدو إلى نادي إنتر إيطالي. صفقة رونالدو كانت بمثابة رسالة شديدة اللهجة للمنافسين في إيطاليا بالنسبة للإنتر. في أول ظهور له سجل رونالدو 9 أهداف، دفعت إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد 11 مباراة بلا خسارة، حيث استطاع المدرب جيجي سيموني توظيف رونالدو بشكل جيد، لا مركزية في الهجوم ومسؤولية بناء المرتدات. كانت أحد مهام رونالدو بفضل قدرة الشاب على المراوغة بشكل جيد وممتاز السرعة. تأقلم رونالدو على الدوري الإيطالي كانت بشكل مخيف، منحته الكرة الذهبية لعام 99 و700. إبداعاتهم حتى في الدوري الأوروبي. سجل رونالدو هدفين للإنتر في مباراة أمام سبارتا موسكو تحت الثلوج ليحسم اللقاء، وحجز مقعدا للإنتر في نهائي تبقى في الموسم 4 مباريات ليلتقي إنتر بالي في مرة آخر. يوفنتوس متفوق على إنتر بفارق نقطة واحدة. تلقت المباراة تغطية إعلامية كبيرة جدا، وكانت مباراة عنيفة بين الطرفين، واستطاع ديلي بيرو خطف هدف ليوفنتوس بدقائق من بداية المباراة. حاول إنتر العودة في النتيجة بشتى الطرق إلى أن قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء للإنتر، وفجأة هجمة مرتدة ليوفنتوس، وقام مدافع إنتر بعرقلة ديلي بيرو، وقام الحكم باحتساب ضربة جزاء لليوفي، الشيء الذي جعل لاعبي إنتر ينفجرون غضبا. قام حارس إنتر بالتصدي لضرية الجزاء، وحاول إنتر العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس على إنتر وتوسيع الفارق ل4 نقاط في آخر 3 مباريات في الموسم. أضاع إنتر الدوري بعد خسارة إمام باري وتعادل مع بياتجينتا، لكن رغم ذلك نجح رونالدو وزملاؤه بالفوز بالدوري الأوروبي. وفي سنة 99 و98 قدم رونالدو مستوى غير مرغوب فيه مع برازيل، لكن بعد عاد إلى إنتر لكي يبدأ صفحة جديدة ويكمل أبداعاته. لكن بدأ رونالدو موسم صعب بسبب إصابة غاب على إثرها 11 مباراة، وأنهى إنتر موسم في المركز السابع، وأدت إلى إقالة مدرب جيجي سيمونيو. إصابة رونالدو أدت إلى قلق داخل النادي، وصرح رونالدو أن إصابة ركبتيه قد تكون مزمنة، كما أكد ذلك طبيب الفريق. وبعد خروج إنتر ضد اليونايتد من ربع النهائي تشامبيونز ليج عاد رونالدو إلى البرازيل للعلاج، وخسر إنتر بعد ذلك برباعية أمام سامبدوريا، وقدم المدرب استقالته إلى اللقاء في الجزء الأخير.